السلام عليكم، معكم محمد نور. النهاردة هنشرح درس بسيط جدا. دلوقتي أنا عندي فورمتين، فورمة رئيسية وفورمة تانية فرعية مفروض، وعندي هنا الكومبو بوكس ده فيه قيم هترجع عندي متخزنة في داتابيز. تمام. والمفروض لما أضغط على البطن ده يحول لي للفورمة الفرعية. الفورمة الفرعية برضو هتاخد قيم وهتضيفها في الداتابيز. فالمفروض إني لما ألغي الفورمة دي، القيم اللي أنا ضفتها هنا تلقائي تتعدل هنا من غير ما أعمل ريفرش أو أعمل أي حاجة. يعني المفروض بعد ما أدخل هنا القيم وأضغط على الكومبو بوكس ده، الكومبو بوكس ده يظهر لي القيم اللي أنا دخلتها تلقائي. تمام، تعالوا نشوف. أدي الفورمة الأولانية وأدي الفورمة التانية. تمام. أنا قلت المفروض الكومبو بوكس ده هيعرض قيم من الداتابيز، فأنا عايز أول لما الفورمة تتحمل يكون القيم دي موجودة. تمام. هنضغط هنا ضغطتين هنروح على الفورم لود. الفورم لود ده فيه كود هيرجع لي بالقيم المتخزنة عندي في الداتابيز في جدول اسمه TBL years. تمام. ده مش الأكواد دي مش موضوعنا النهاردة، بس أهم حاجة نفهم الفكرة هنستخدمها ازاي. تمام. يبقى كده الفورمة الأولانية الكومبو بوكس ده هيظهر القيم اللي موجودة عندي في الداتابيز أول لما الفورمة تتحمل، والبطن ده المفروض لما أضغط عليه يحول لي على الفورمة التانية. فلو ضغطت جواه هلاقي برضو كود مكتوب أنا عملت أوبجكت من الفورمة التانية. تمام. وقلت له شو دايلوج ده للفورمة التانية هيظهرها. تمام. وأقدر أتحكم فيها هي بس، التانية مقدرش أتحكم فيها غير لما ألغي الأولانية. تمام كده. فخلاص كده هروح بقى على الفورمة التانية. المفروض البطن بتاع الأد ده لما أكتب قيم هنا في التكست بوكس، القيم اللي هنا اللي أنا دخلتها في التكست بوكس ولما أضغط آد تنضاف تلقائي في الداتابيز. فلو رحت على الآد ألاقي برضو أكواد. مش موضوعنا برضو، بس هيعمل insert للقيم اللي أنا دخلتها في الجدول اللي اسمه TBL years. تمام جدا. فأنا دلوقتي لو شغلت كده الفورمة الأولانية فعلا فيها قيم كانت متخزنة عندي في الداتابيز. فلو عملت جو تو فورم 2 وضفت هنا وليكن أي سنة وليكن 1900 وعملت اد، هيقول لي سكسس، معناها كده إن هو رفع. تمام. فأنا لو لغيت هنا كده ورجعت على الفورمة دي مش هلاقي القيمة اللي أنا دخلتها موجودة، لازم أقفل الفورمة وأرجع أشغل المشروع تاني. فإيه الحل؟ لو رجعت هنا للفورمة الأولانية في ايفنت اسمه activated، لو ضغطت كليك يمين بروبرتيز ورحت على الايفنت، تمام، طلعت فوق هلاقي في ايفنت هنا اسمه activated. الاكتيفيتد ده معناه اول لما الفورمة تتفعل يعني إيه؟ يعني انا مثلا كنت مشغل المشروع زي ما انا كنت مشغل وفتحت الفورمة التانية، اول لما الغي الفورمة التانية معناها كده ان هو اتفعل، فعلى طول هينفذ الاكواد اللي موجودة فيه. فانا لو ضغطت عليه دبل كليك هيفتح لي الايفنت بتاعه. تمام جدا. هجيب بقى الاكواد اللي كانت انا حاططها في الفورم لود وراح حطيتها هنا. تمام جدا. لو شغلت بقى المشروع اولا هلاقي القيمة اللي انا كنت دخلتها قبل كده اللي هي 1900 لان انا فتحت المشروع وشغلته تاني. تمام. فانا لو رحت على فورم 2 ضفت قيمة جديدة وليكن 1901 اد، قال لي سكسس، هو كده رفع. في الاول لما كنا بنلغي ما كانتش القيم اللي هنا بتتعدل هنا، فدلوقتي لو لغيت وفتحت هنا الكومبو بوكس هلاقي 1901. يبقى الحل اللي احنا نحط الكود بتاعنا في الايفنت بتاع الفورم اللي اسمه فورم ايفنت اكتيفيتد، فورم اكتيفيتد. تمام. يا رب اكون قدرت اساعدكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.